كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. وطبعا في أكلات مش بس بتشبعنا، في أكلات بتفكرنا بلمة العيلة وريحة البيت الدافي. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن التورلي باللحمة في الفرن، الطريقة الأصلية اللي بتخلي الخضار زبدة واللحمة دايبة في صوص غني ومركز يخليكي تاكلي صوابعك وراه، وسر التسوية المظبوطة وازاي تطلعي طعم ونفس زمان في البيت. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعمل احلى طاجن تورلي باللحمه في الفرن. كل ده واكتر هتعرفوه في فيديو النهارده. معنا حله كده حطيناها على النار تسخن معانا، ودي خطوه مهمه. تسخني الحله اول حاجه، هننزل بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده كبيره، ونبتدي دلوقتي نسيبها تسخن معانا، وهننزل فيها دلوقتي بالتوابل الصحيحه. معانا دلوقتي 3 4 ورقات لوري، ومعانا حبهان حصى، ومعانا دلوقتي فلفل اسود حصى، ومعانا 3 فصوص كده مستكه هننزل بيهم. وننزل بيهم دلوقتي ونبتدي نشوح كويس جدا في التوابل دي لحد ما تطلع الريحه الخطيره بتاعتها. ودي خطوه مهمه يا جماعه، التوابل لازم تتحمص الاول بالطريقه دي. قلبي فيها كده، وطبعا بنسخن في السمنه والحله سخنه، ودي خطوه مهمه جدا عشان تنزلي بقى باللحمه. معايا دلوقتي لحمه كده تكون ملبسه، نبتدي ننزل بيهم وتقطعيها على قد ما تقدري قطع متوسطه، ما تخليهاش قطع كبيره عشان تستوي معاكي بسرعه. نبتدي بقى نشوح في اللحمه كويس جدا لحد ما اللون الاحمر ده يختفي خالص. نبتدي نشوح بالطريقه دي. شايفين يا جماعه واحده واحده كده لحمه هتشرب من طعم التوابل الخطيره اللي احنا حاطينها، ومعلقه السمنه البلدي هتدينا طعم في منتهى الجمال. شايفين اللحمه لونها ضاير ازاي؟ كده قفلنا المسام خالص. يلا بينا ننزل ببصلايه كده مقطعينها مكعبات صغيره، وننزل دلوقتي بمعلقه روزماري هيديكي طعم للحمه خطير. ننزل مع بعض دلوقتي بجزرايه مقطعينها مكعبات بالطريقه دي. شوحي بقى الجمال والعظمه دي. ومعانا دلوقتي طماطميه مقطعينها كده 4. نبتدي بقى نشوح كويس جدا. الطريقه دي يا جماعه هتديكي شويه شوربه عسل عسل عسل. كده قفلنا المسام، مش هيبقى فيه ريمه على الشوربه، هتطلع معاكي احلى شوربه تعملي بيها اي اكلات انت عايزاها. بس انا طبعا مش هعمل شوربه، انا هديها كده شويه ميه صغيرين وافضل اسقسق فيها لحد ما تستوي. ودي خطوه مهمه، تشرب ميتها كده هتديكي طعم في منتهى الروعه. نشوح بقى بالطريقه دي لحد ما اللحمه تشرب كده من الطماطم ومن التوابل اللي احنا حاطينها الصحيحه. هننزل بقى دلوقتي بنص كوبايه ميه. كل شويه يا جماعه هتزوديها، كل ما تشرب نص كوبايه الميه تزوديها واحده واحده كده لحد ما تشرب ميتها. هنغطيها بقى وهنسيبها تستوي معانا كده كويس. يلا بينا دلوقتي جبنا حله وسيبناها تسخن، ونزلت بمعلقه سمنه بلدي كده، ننزل بيها يا جماعه ونسيبها برضو المعلقه تسخن معانا بالطريقه دي. معايا دلوقتي بصلتين كده حلوين مقطعاهم متوسط فرم متوسط، ونبتدي نشوح فيهم لحد ما البصله تصفر معانا وريحتها تطلع كده وتبقى جميله وفي منتهى الروعه. قلبي بقى شوحي كده في البصلايه كويس. ودي خطوه مهمه يا جماعه، البصله عشان تبقى معانا طعمها طري كده ومستويه في قلب الطاجن. قلبي بقى كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه لونها بيفتح معانا ازاي؟ خطيره. معنا التوابل بقى الخطيره دي اللي هننزل بيها: معلقه ملح صغيره، ونص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات 7، معلقه كزبره كده صغيره، نص معلقه بابريكا، معلقه صغيره مرقه دجاج فوريه بتجيبيها من عند العطار، تدي طعم خطير يا جماعه. شوحي كده التوابل دي لحد ما تتحمص معانا وريحتها تطلع بالطريقه دي. ودي خطوه مهمه، اي توابل تجيبيها طبعا بتبقى جايبينها شايلينها شويه في التلاجة او شايلينها في دولاب المطبخ، فلازم تشوحيها كده تطلع ريحتها والروائح الخطيره دي. معانا دلوقتي فلفل، تقدري تحطي فلفل الوان زي ما انت عاوزه، معايا فلفل احمر واخضر هنزل بيه كده. نبتدي نشوح كده كويس جدا الخضار خطوه خطوه كده، هننزلي بالخضار بالتدريج، لان احنا عارفين ان في خضار بيستحمل وفي خضار بياخد وقت شويه في التسويه. هننزل كده الاول بالفلفل يبقى مقرمش معانا، طبعا ما تحمصوهوش جامد. ومعانا دلوقتي البسله دي انا حطاها في الفريزر، لو عايزين طريقتها قولوا لي وانا انزلها لكم. انا حوالي كوبايه بسله، ونبتدي نشوح بقى في البسله كده. شايفين الالوان الخطيره دي؟ جميله يا جماعه وخطيره في منتهى الجمال. والخضار، الخضار ده مهم جدا لينا ومليان فيتامينات. اعمليه كده في البيت طاجن تورلي كده يطلع معاكي في منتهى الروعه. قلبي بقى بالطريقه دي. معانا جزره كده مقطعها برده مكعبات وهبتدي انزل بيها. طبعا احنا عارفين الجزر برضو بيستحمل شويه، هنبتدي كده بالتدريج. طبعا معانا كوسه ومعانا البطاطس دولت لسه شويه عليهم، بس لازم ده يتشوح كويس جدا. ودي خطوه مهمه.
شايفين يا جماعه الالوان عامله ازاي؟ احلى طاجن هتاكليه في حياتك. وغيري في اكلاتك كده وارجعي لاكلات زمان. التورلي ده كلنا كنا بنعمله زمان. كنا بنزوده بقى اي خضار انت عاوزاه، عاوزه تحطي فاصوليا براحتك، عايزه تحطي قطع بدنجان براحتك، بروكلي براحتك زي ما انت عاوزه. شوحي كده بالطريقه دي. شايفين تري معانا كده والاشكال بقت جميله ازاي؟ والريحه والطعم يا جماعه تعالي شموها خطيره. التوابل اللي احنا حاطينها دي مميزه جدا وخطيره وهتديكي طعم في منتهى الروعه. دلوقتي هننزل مع بعض دلوقتي بالبطاطس مقطعه برده مكعبات، غسلاها ونقعها في ميه وملح وسايباها كده وصفيتها. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ قلبي بقى كده بالطريقه دي خطيره. وما تنسيش تزودي معلقه ملح صغيره على اللحمه. معانا دلوقتي الكوسه مقطعينها بقى مكعبات برده كده. كلنا بنحب الكوسه ومغذيه جدا. نبتدي نقلب في الخضار الخطير دوت. انا هكتفي بالخضار دوت، انت عاوزه تزودي اي نوع انت عاوزاه براحتك. شوحي بقى كده. والتشويحه دي مهمه جدا يا جماعه في الخضار. معايا معلقتين صلصه كده هنزل بيهم، صلصه طماطم او معجون الطماطم. ونبتدي نشوح بقى كده عشان الصلصه تتشوح معانا وريحتها كده تطلع وتديكي طعم في منتهى الجمال. دي خطوه مهمه جدا يا جماعه. شوحي بالطريقه دي. شايفين الشكل عامل ازاي والالوان وطعمه هيبقى عامل ازاي بقى بعد ما شوحناه؟ معلقه السمنه البلدي والبصلايه، تخيلي الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا دلوقتي معانا عصير طماطم نص لتر كده هنزل بيه. وشوفوا الجمال والعظمه دي. قلبي كده تقلبتين. ونبتدي ننزل دلوقتي معانا معلقه سكر صغيره عشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم. نقلب بالطريقه دي يا جماعه. احلى طاجن هتاكلوه في الدنيا. يلا بينا دلوقتي بعد ما شوحنا كده هنغطيه ونسيبه يستوي كده 3/4 سوا وارجع لكم تاني. شايفين شكله يا جماعه بعد ما استوى بقى والشرب كده من الشوربه والصلصه؟ حاجه جميله. معايا كوبايه شوربه بقى من اللحمه. وطبعا اللحمه زي ما اتفقنا زودتها معلقه ملح صغيره ورشه سكر. قلبي بقى بالطريقه دي. شايفين الطاجن عامل ازاي؟ خطير وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي نعبيه في الطاجن الخطير دوت. لو عندك طاجن فخار براحتك، عايز تعمليه في صينيه مفيش اي مشكله خالص. يلا بينا هنفضي بقى الجمال والعظمه دي. شايفين عامل ازاي يا جماعه؟ طبعا ده مستوي 3/4 سوا زي ما اتفقنا. واللحمه بقى شلتها من الشوربه وشلت بقى التوابل الصحيحه دي. شايفين؟ قلبي بقى بالطريقه دي. جميل يا جماعه وريحته خطيره خطيره. يلا بينا دلوقتي معانا اللحمه بعد ما استوت كده نبتدي نوزعها في قلب الطاجن بالطريقه دي. شايفين الجمال والعظمه دي؟ اعملي لي لاولادك يا جماعه، هينور سفرتك كده، واعملي لي ضيوفك لو عندك عزومه. صدقوني طعمه جميل جدا وخطير. بس يمشي على الخطوات زي ما عملناها بالظبط. بعد ما وزعنا اللحمه بالطريقه دي يلا بينا دلوقتي معانا ورق زبده. وتبداي تغطي كويس كده الطاجن وتحطي فوقها بقى ورقه فويل كده وتقفليها كويس جدا. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي كده؟ لازم تقفليه كويس جدا بالطريقه دي. هيديكي طعم في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هندخله الفرن على درجه حراره 200 وهنسيبه حوالي 40 دقيقه وهيطلع معانا احلى طاجن هتاكلوه في الدنيا بحالها. يلا بينا ندخله مع بعض الفرن وارجع لكم تاني. وده طاجن التورلي الخطير. شايفين اتشرب الصوص ازاي؟ حاجه جميله وخطيره وفي منتهى الجمال. مستوي معانا وريحته جايبه لاخر الشارع وطعم خطير وفي منتهى الروعه. جربوه مش هتندموا. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله الخضار عامل ازاي؟ ما تخلوهوش ناشف جامد. شايفين فيه صوص ازاي؟ حاجه جميله. شايفين كل حاجه فيه مستويه واللحمه بتدوب بالطريقه دي ازاي؟ حاجه جميله وخطيره وفي منتهى الروعه. جربوه مش هتندموا. شايفين يا جماعه طعمه في منتهى الجمال. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. طاجن تورلي باللحمة يفتح النفس ويشرفك في أي عزومة. جربوا الطريقة دي وبالتأكيد هتدعولي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. وتكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر نوع خضار بتحبوه في التورلي عشان نقدم لكم كل ما هو جديد من وصفاتنا الجاية. وبالهنا والشفا على قلوبكم.